اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا فيديو جديد وفكرة جديدة ومعلومة جديدة هتاخدوها النهاردة. زي ما انتم شايفين كده، طبعا بقية التجديدات بتاعة بيت أمي. طالبة بس منكم في البداية ان انتوا تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، ولو مشتركين على الأقل طالبة منكم اللايك وتسمعوا دقيقة أو دقيقتين من الفيديو. يلا نبدأ بسم الله واقول لكم اول التفاصيل عملناها في البيت ايه. الكهرباء طبعا غيرنا البرايز بتاعت الكهرباء وجددناها وعملنا فيها كام تفصيلة كده حلوة. ان شاء الله هوريها لكم في الفيديو النهائي وازاي عملنا التجديدات يعني او الافكار، وان شاء الله تعجبكم. اللي متابعني يعني الفيديو اللي قبل ده على طول، كنا عملنا الشروخ او الشقوق اللي في البيت بفكرة بسيطة وحاجة كنا هنرموها كلنا، والحمد لله يعني استعملناها وبقت كويسة. بعد ما عملنا الفكرة ديت في الشقوق، جبنا اللي هو الجردل الصغير ده بتاع المعجون المخصص، معجون للحوائط للشروخ، حاجة متخربشة حاجة منجورة مكان مسمار وكده. زي ما انتوا شايفين النجاش هيبدأ يمعجن بعد ما عمل الفكرة اللي انا قلت لكم عليها البسيطة دي. هيمعجنه بالمعجون اللي هو الجاهز اللي هو في الجردل ده. زي ما انتوا شايفين كده هو اهو نوعه دي 2 ال جي اهو شكل الجردل. لو حد يعني حابب يجيبه ويجدد بيته او كده او ياخد على الاقل معلومة. بعد كده النجاش او ابو يحيى يعني هو مش غريب عننا طبعا. عملها بالسكينة المعجون دي، نعمها وصنفرها كويس عشان ما يكونش فيها حتت بارزة حتت عالية وكده. زي ما انتوا شايفين كده كان مكان الشروخ يعني. واحفظوا اللون كويس عشان اللون هيتغير خالص وتماما. اهو زي ما انتوا شايفين. في متابعة سألتني بتقولي انتوا ليه حاطين على الشبابيك بتاعتكم حديد؟ الحديد اللي انتوا شايفينه اللي هو بالطول ده. بصي يا حبيبتي، احنا 4 بنات، فطبعا امي كانت خايفة علينا عشان احنا 4 بنات طبعا وفي دور ارضي، وكانت حاطة الحديد ده عشان تحمينا محدش يدخل لنا طبعا او احنا نطلعوا من الشبابيك، عشان احنا كنا بنات وطبعا اشقية. يعني الحمد لله يعني ربنا جوها علينا. آه فعملت الحديد ده ولحد الآن الحديد ده موجود ما شلناهوش برضو. بعد كده خلينا في الأهم يعني. حبيت بس أرد عليكي عشان تعرفي يعني المعلومة دي وكده. بعد كده بعد ما يعمل المعجون وهيسيبه تاني يوم، يعني معجن اللي هو مطرح الشروخ ديت قبلها بيوم وسابها لغاية ما نشفت خالص. وبعد كده جاب سكينة المعجون نعمها كده ببعضها وبعد كده صنفرها وبقت تمام وزي الفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص الكهرباء والشروخ بعد كده. وبعد كده هيتهنها الوش اللي هو الأول وهتشوفوه دلوقتي. ومعجن برضو الباء لأن كان في شروخ وكده، لأن أمي عندها شمس جامدة يعني في البيت فبتبوظ البيبان والشبابيك بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده كان هو متقشر مطرح الشمس. وبرضو الباب هيتغير لونه هيتغير طبعا، مش هيفضل نفس اللون ده. اهو دي الأوضة التانية. الدولاب ده والله بصراحة داخل معاه، حابة نجيبوه كده وحابة نجيبوه كده. ده في أول أوضة اهو. الحمد لله يعني هي كانت مليانة شروق كده اهو. ودي مطرح الكهرباء برضو، حابة يمعجنها عشان ما يكونش فيها حتت زيادة وكده، اما يجي يلون البيت ما تبقاش صعبة قدام. ودي برضو الأوضة التانية، برضو عمل كل الشروخ اللي فيه والشقوق اللي فيه بالمعجون اللي هو عمله على ايده والمعجون الجاهز طبعا. كده خلاص بقت زي الفل. وسابها نشفت طبعا وتاني يوم زي ما قلتلكوا صنفر. ده تاني يوم بعد ما نشفت اعملها زي ما انا قلتلكوا صنفرها واعملها بسكينة المعجون.
وبيت امي يعتبر فاضي لان ما فيهوش بس الا التلاجة وخلاص، والدولاب فاضي ما فيهوش اي هدوم. اسفة على الاضاءة في المقطع ده لان احنا كنا بالليل. كده خلاص كنا تاني يوم. حب بقى يصنفر زي ما قلت لكم، ده محمد ابني وكان جوزي برضو بيساعده كده. واللي هي القطرات البيضة ديت مطرح الصنفرة. الكل كان بيساعد يعني، ما حدش بخل بحاجة. اللي كان بيقدر على حاجة كان بيعملها. اهو زي ما انتوا شايفين. كده خلاص كانوا خلصوا طبعا كل الصنفرة. ده يوم اللي هو الوش الاول. كنا جايبين 3 بستلات من البوهية اللي هي الابيض ده، وكمان واحدة زيها وواحدة كمان. حب بقى عشان خلاص كده هنعمله الوش الاول، لان خلاص البيت كان نضف ما كانش فيه حاجة. وكان صنفر كل الحتت العالية، وشلنا المسامير يعني نضفنا الحيطان خالص. ما عادش فيها اي حاجة يعني ان هي تعوق ان هو يدهن الوش وكده. اهو زي ما انتوا شايفين هو لونه ابيض، هو بقى يتحكم في اللون وكده. ودي مية طبعا بيزودوا بالمية وبيقعد يقلبوا كده بايديه لحد ما يبقى كلته زي بعضه. يعني الدهان ما يكونش تقيل، يكون خفيف كده عشان لما يجي يدهن يبقى سهل معاه. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو بيعملوا بايديه طبعا احسن ما يعملوا مثلا بعصايه وكده، لان الايد بتنعمه اكتر بيقدر يتحكم فيه كده يعني. وطبيعي يعني اي حد فاهم النجاشة وكده هيكون ادرى مني بالموضوع ده. كده خلاص بيزودوا مية وبيقعد يقلبوا. كده خلاص اهو. هيبدأ بقى يدهن السقف الاول. السقف هيدهنه الابيض ابيض صريح خالص. وبعد كده هيبقى يبدأ بالحيطان. اول حاجة السقف، لان السقف عشان متطرطشة وكده. زي ما انتوا شايفين اهو. هيدهنوا باللون الابيض. وهيدهنوا برضو وشين مش وش واحد. يعني هيدهن السقف وشين، وهيدهن الحيطان وشين برضو. كل حاجة تبقى وشين عشان اللون يبان اكتر. وبصراحة الشكل فرق كتير خالص عن الاول. مسك بقى اللي هي العصاية دي والرولة دي، وبقى بياخد بالبوهية ويدهن السقف. ده خلاص هو كده خلاص دهن الوش الاول وسابه ينشف. ده الوش التاني برضو هيبدأ بالأوضة التانية والأوضتين يعني، والصالة والحمام والمطبخ زي ما انتوا شايفين كده. وبصراحة اللون الأبيض ده باين خالص في التصوير يعني، في الإضاءة وكده بقى لونه فاتح مش زي الأول. دي البستيلا هو اسمها عشان اللي حب يعني يغير لون بيته أو شقته كده. كده خلاص اهو بقى أبيض وزي الفل والقطنة ما بتكدبش.
كده خلاص اهو، خلاص بقى دي السقف اللي هما الوشين. بعد كده حط اللي هو اللزق دي اللي هو بتاع الحيطان في الاوض ولف البيت كله يعني. وبعد كده هيبدأ بالجدران زي ما انتوا شايفين اهو. كده خلاص اهو، يبقى السقف خلصنا منه وفاضل بس الجدران. ودلوقتي كانوا بيجلبوا اللون اللي هما كانوا هيعملوه على الحيطة. هيعملوا لون الحيطة فانيليا لاتيه بس درجة أغمق شوية، لأن أنا حباها تكون أغمق شوية من اللون الفاتح. كده خلاص جابوا البوية بقى الجردلين وهيقعدوا يقلبوهم على بعض كده لغاية ما يوصلوا اللون اللي هم ايه عايزين يجيبوه، اللي هو اللون ده. بس هو كمان الإضاءة مش مبيناه كويس، مبيناه فاتح. ده الوش الأول، شوفوا فرق شاسع طبعا. هيتونها برضو وش أول وهيسيبوها تنشف، وتاني يوم هيجوا يتونوا الوش التاني. وقولوا لي برضو ايه رأيكم في اللون ده. هما بيقولوا اللون ده حلو يعني مميز وكده، وبيخلي يعني الإضاءة حلوة، وأقل لمبة بتبين في الإضاءة فاتح، بمعنى أصح بيدي إضاءة كويس. كده خلاص هيتن بقى كل البيت. وده مكان البارستان يعني بتوع الكهرباء، عشان التلاجة والراديو والتلفزيون لو حابين نحطوه في الشتاء يعني في الأوضة وكده. كده خلاص اهو، ويبدأ برضو في الجنب التاني يتهنوا. يعني شوفوا الفرق بين اللون ده واللون ده، فرق طبعا فظيع. بس على ايام اللون اللي هو الاخضر اللي هو قلب الخصاية دي كان موضة يعني، كانت الناس كلها اغلبها عاملاه. بس حبينا بقى نغيره كده عشان أما امي تيجي تبقى لون البيت مختلف متغير كده يعني. كده خلاص اهو، لو وصلتوا بقى لغاية لحد هنا، اتمنى منكم بس التعليق الحلو منكم، اللايك لو الاشتراك لو انتم مش مشتركين، يبقى والله بجد اسعدتون. هسيبكم بقى مع البوهية واستمتعوا بالوقت، وادعوا كتير لان احنا ايام خلاص اخر 10 ايام في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم الايام بخير يا رب. واسفة على صوتي لان انا صوتي شكل كده جاي له دور برد سريع قبل العيد وكده. كده خلاص هيبدأ بقى يعمل الوش ده، ونبدأه في الشبابيك والبيبان. هنتونها برضو وش أول، ونرجع نتنوها تاني. يعني دي خلاص الأوضة خلاص اهي، هيتهنها بقى وش تاني. والشبابيك دي هتديهن مرتين، والبيبان برضو هتديهن مرتين. شوف البيت شكله بقى روعة، نور. كده خلاص اهو، أسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.